قال لو لم نحرر القدس الغربية غدا فلن تحرر القدس إلى يوم القيامة. وإذا بي تأتي إشارة أحمد عبد العزيز وقف الهجوم، تم الاتفاق على الهدنة الثانية غدا. في يوم خريفي من أيام عام 1947 هنا تنعقد جلسة تصويت تاريخية برعاية دولية. بتفاؤل حذر أتى العرب إلى الأمم المتحدة لمنع قرار يقضي بتقسيم فلسطين إلى شطرين، عربي ويهودي. لقد جئنا إلى هنا وكلنا أمل بأن تعمل الأمم صغيرها وكبيرها معتمدة على رفع مستوى الإنسان واحترام الحقوق. جاء العرب بأمل وجاء اليهود بعمل، وضع يد على أرض مباركة. لحظات عصيبة تلك التي سبقت نتيجة تعلن بعد قليل. The United Kingdom abstain. The United States, yes. Uruguay, yes. Venezuela. The resolution of the DUC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. للخلف در، عاد العرب إلى بلادهم بما تبقى من فلسطين، وفاز اليهود بنصف كعكة مقدسة أو يزيد. سهر حتى الصباح وخطوة واسعة نحو أورشليم. رد الفعل السريع والتلقائي كان شعبيا، وبدأ بالفلسطينيين في فلسطين في نفس الوقت الذي قامت فيه مظاهرات عارمة غطت الأمة العربية بالكامل بما فيها مصر، وخرج الطلبة يطالبون بالسلاح للدفاع عن عروبة فلسطين. هل يجب أن نتطوع ونحمل السلاح؟ هل يجب أن ندعمهم دعما ماديا ومعنويا فقط؟ هل يجب أن تتدخل الجيوش العربية لحماية الشعب الفلسطيني وحماية قضيته؟ الأنظمة العربية في ذلك الحين كانت أنظمة ضعيفة جدا، كانت يعني من ناحية القوى العسكرية كلها قواتها العسكرية كانت قوات بالغة الضعف، فكل هذه البلاد كان بلاد فيها نفوذ أجنبي قوي، عندها جيوش ضعيفة، يعني تعاملها مع المشكلة كان تعاملا مشوشا، يعني لا يملك أوراق القوة الكافية لكي يأخذ مواقف كافية. فكرة التعاطف والدعم والتأييد والإحساس بالخطر أن هناك تجمعات يهودية تأتي محملة بالسلاح لاغتصاب هذه الأرض، أعتقد أنه ده كان على المستوى الجماعي لدى الشارع العربي بشكل عام والشارع المصري بشكل خاص، حمل قدر كبير جدا من التعاطف، حتى لو قلت أنه كان هناك فروقات في طريقة التعبير عن هذا التعاطف. التعاطف وحده لا يكفي. وجهة نظر يؤمن بها البكباشي أركان حرب أحمد عبد العزيز الضابط بالجيش المصري، لكن ما الذي يمكن أن يفعله عسكري في جيش لن يحارب؟ أحمد عبد العزيز كان يلخص العسكرية المصرية الوطنية في شخصه وفي سيرته وفي حياته. كان يمتاز كمجاهد أنه جاء من أسرة يعني لها إطار عسكري أو تاريخ عسكري. كان يؤمن إيمانا قاطعا بأن اللغة الوحيدة لتحرير فلسطين هي الحرب. أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء نتركهم يغصبون العروبة. حضرة صاحب المعالي فريق محمد حيدر باشا وزير الدفاع الوطني، يشعر الشرق قاطبة والمصريون عامة وضباط الجيش خاصة
بالعطف على قضية فلسطين وعلى كفاح العروبة من أجلها. إن الخطر الصهيوني يهدد الشرق الأوسط، وإذا استفحل أمره وقويت شكيمته فإنه سيهدد مصر بين سائر الأمم، وسيكون من الصعب القضاء عليه. ولذلك إني أحس بالواجب الوطني يفرض علي أن أتطوع فورا بخدمة فلسطين. كان عبد العزيز هو أول من تطوع من ضباط الجيش، وهو ما أربك القيادة، فلا هي ردت طلبه بالرفض ولا سمحت له بالسفر. لابد من تحرير فلسطين، ده الشعارات العامة التي كانت فيها. طبعا كان وراها شارع ملتهب بأنه كله في قضايا وطنية متفجرة خاصة بالاستقلال. فكل هذه العوامل وجدت في القضية الفلسطينية عوامل لطرح طموحات وطنية عالية جدا جدا، فلم يجد الملوك والرؤساء العرب في ذلك الحين يعني مفر من أنهم يتماهوا مع هذه الطموحات الوطنية، رغم أنها لم تكن تعبر عن آرائهم على وجه التحديد. الشارع المصري لا يزال يغلي، يزيده وقودا قوى الشعب من كافة التيارات. قبل أن ينفجر القدر بقليل يعلن عبد الرحمن عزام باشا أمين الجامعة العربية عن فتح باب التطوع مع تأييد غير معلن من القيادة السياسية التي وجدت في السماح للمتطوعين بالسفر 7 فوائد. النقراشي باشا رئيس الوزراء المصري في ذاك الوقت يصرح في مجالسه الخاصة بأن مصر لن تشترك بجيشها في الحرب في فلسطين، ولكنها ستفتح الباب على مصراعيه للمتطوعين لكي يدخلوا فلسطين ويحاربوا جنبا إلى جنب مع أشقائهم الفلسطينيين لتأديب العصابات الصهيونية. ظني أن الحكومات العربية كانت بتجد ذلك فرصة أن يذهب هؤلاء المتطوعون إلى فلسطين فتكون لهم مصيدة لقتالهم والتخلص منهم. ده اللي كان ظن بعض الحكومات، لكن اللي حصل كان العكس. معظم الدول العربية كانت ترزح تحت النفوذ البريطاني، وبريطانيا كما كشف عن ذلك قائد الجيش الأردني آنذاك جون باجوت جلوب في مذكراته جندي مع العرب، قال لرئيس وزراء الأردن آنذاك وزير خارجيته أيضا توفيق أبو الهدى بحضور جلوب باشا: لا تتعدوا خطوط التقسيم. فترك أمور التطوع على غاربها يعني أن هؤلاء المتطوعين لن يرعوا ولن يتقيدوا بخطوط التقسيم. ما تكشف عنه الأيام والوثائق هو أن مكتب وزير الخارجية المصري أحمد خشبة باشا شهد استقبال مستر شايمن أندروز الوزير المفوض بالسفارة البريطانية بالقاهرة، وحين أبلغه الوزير الإنجليزي بتحفظ بلاده على قرار فتح باب التطوع رد خشبة بحزم قائلا: تطالبون بمنع التطوع، ولا يقدم على هذا المنع إلا من أراد الفتنة في البلد وتعريض مصالح الساكنين فيه من أهل وغيرهم إلى الخطر الجسيم، إذ أن في السماح للمتطوعين متنفسا لو سد عليهم وسد على الحماس العام فامتنع انصرافه فيه لانحصر في بلده وأحدث فيه ما لا تحمد عقباه. القاهرة بلغت حركة التطوع ذروتها كرد فعل على أنشطة إرهابية صهيونية ضد العرب في فلسطين.